هو احنا اللي بيزعلنا الموقف ولا الشخص؟ انا لايف كوتش شيماء حزة وجاي اتكلم معاكم النهارده في نقطه مهمه جدا. لما بيحصل لنا موقف ونزعل جدا ونغضب قوي، بنسال نفسنا السؤال ده ولا لا؟ احنا اللي زعلنا الموقف نفسه ولا اللي زعلنا ان الموقف ده طلع من الشخص ده؟ طيب هيفرق معانا ايه لما نسال نفسنا السؤال ده؟ هنستفيد ايه؟ يعني احنا خلاص زعلانين، هيفرق معانا كتير جدا. هيفرق معانا ان انا هبدا ارتب الاشخاص في حياتي، هبدا اشوفهم بشكل تاني، هبدا كمان اعرف نفسي اكتر واعرف اللي زعلني الموقف، فيبقى الموقف ده بيزعلني انا بغض النظر عن الشخص اللي عامله او الشخص اللي قايله. طب عمق زعلي من الموقف ده ايه؟ هيوديني لابعاد مختلفه جوه شخصيتي لما اعرف وابدا اصنف كده الزعل اللي انا فيه والغضب اللي انا فيه. غضب من الموقف نفسه، يعني ايا ما كان الشخص اللي عامله، فانا نفس الموقف ده هزعل منه نفس الزعل ده، يبقى ده خاص بيا انا، يبقى ده بيسمع عندي حاجه جوايا انا، بيقول لي في حته عندك محتاجه ان انت تواجهيها ومحتاجه ان انت تتعاملي معاها ومحتاجه ان انت تعرفيها. طيب لو كان اللي زعلني ان الموقف ده طلع من الشخص ده، يعني الموقف ده ممكن اعديه من اي شخص تاني او يبقى زعلي مش بهذا القدر، لكن لما الشخص ده عمل الموقف ده كان قمة زعلي، يبقى هنا الزعل من الشخص نفسه. ابدا بقى ابص، طب الشخص ده هو انا حاطاه في مكانه هو ما يستحقهاش؟ هو انا متوقعه منه حاجات هو ما يقدرش يعملها؟ وابدا ارتب الاشخاص تاني في حياتي. من فضلكم لما يحصل لكم موقف وتلاقوا نفسكم غضبانين جدا وزعلانين جدا، قبل ما افكر ازاي اجيب حقي او ازاي ارد الموقف ده، افكر انا ايه اللي زعلني تحديدا. منتظره مشاركاتكم، منتظره تعليقاتكم، وللاستشارات او الجلسات راسلوني على الخاص. اشوفكم على خير.